في الفيديو ده هقول لك ازاي تحافظ على علبة البيئة في عربيتك وازاي تعمل لها الصيانة صح، لان عربيات دلوقتي غير عربيات زمان، وعلب البيئة اللي في عربيات دلوقتي غير علب البيئة في العربيات بتاعت زمان، لان شركات تصنيع العربيات دلوقتي بقى عليها قيود اكبر عشان الحفاظ على البيئة من العوادم والحاجات اللي بتخرج من العربيات. عشان كده اغلبهم بدأ يتجه لتصنيع العربيات الكهرباء، وبالتالي عشان الشركات دي توفر في البنزين وتحسن من نسب العوادم اللي بتخرج من العربيات، بقوا يحطوا في العربيات دي انظمة عوادم متطورة عشان تتحكم في استهلاك البنزين بشكل اكبر وتحسن من نسب خروج الكربون في العادم. وبالتالي انت لازم تاخد بالك من صيانة عربيتك مظبوط، وخصوصا علبة البيئة، لان سعرها في بعض العربيات ممكن يعدي ال 100,000 جنيه، وفي عربيات فيها اكتر من علبة. وعشان تحافظ عليها لازم تعرف الاول ايه اللي بيأثر من عمرها. اول حاجة واكتر حاجة هي استخدام زيوت غلط، زي انك تستخدم زيوت معدنية من اللي بتمشي 5000 كيلو. الزيوت دي مش مناسبة للعربيات الحديثة والترسبات بتاعتها عالية، ومع الوقت بتبوظ كل حساسات الموتور ومعاهم علبة البيئة. وطبعا التأخير في غيار الزيت، واستخدام زيوت مواصفاتها مش مناسبة لمواصفة العربية اللي انت راكبها، والنقطة دي تحديدا انا اتكلمت فيها كتير في الفيديوهات اللي فاتت. ثالث واهم حاجة هي ان انت تعمل صيانة لعلبة البيئة باستمرار بمعدل من 40 ل 50 الف كيلو، بس لازم يكون عند حد محترف ومتخصص، مش الناس اللي بتنظفها بالكلور ومية النار. وعلبة البيئة ما بتتنضفش وهي راكبة في العربية، لازم تتفك بره العربية وتتنضف بمحاليل مخصوصة، ولازم التنظيف يتم من ورا لقدام، يعني عكس اتجاه خروج العادم، لان الترسبات اللي بتحصل عليها من ناحية العادم مش من الناحية التانية. فمش منطقي ان انت وانت بتنضفها تنضفها وهي راكبة، لان انت هتنضفها برضو في نفس الاتجاه فهتزيد الطين بلة. لكن الحل ان انت تفكها بره وتنضفها من العكس. لو عايز حد محترم ومتخصص في موضوع تنظيف علبة البيئة ده اكتب لي في الكومنتات.